ابراهيم صلاح، ايمن حفني، يا سلام على الوقت توقيفه. ده مصطفى فتحي. مصطفى فتحي مباراة وللتانية بيقول انا هو ما حدش هيبقى زيي وحتة شراب. اوه هدف، هدف جميل لباسم. بيقول لهم تعالوا تعالوا ورايا. هدف جميل لباسم. باسم مرسي بقى اصبح عنده 14 هدف. 14 هدف لباسم مرسي دلوقتي. انما حسام باولو عنده 20 هدف وخلص، يعني ايه، خلص مبارياته ب 20 هدف. هل باسم مرسي في الثلاث لقاءات الجايين والنهارده يقدر يقرب؟ وادي مجلس اداره نادي الزمالك طبعا في منتهى الفرحه ومنتهى الابتسامه. واحنا دلوقتي بعتوا لي ورقه بيقولوا لي احنا في الدقيقه 12 من زمن الشوط الاول، وعلى طول يخش باسم ويتابع كوره. حته شراب حلو قوي يلعبها، انما الراجل جابها برضه حلو قوي، انما متابعه حلوه قوي من باسم مرسي. انما الاحلى الحته الشراب دي، بصوا حته شراب. وانما يصدها عصام ثروت ويتابعها الولد الشقي قوي 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 اللي هو باسم مرسي، عشان يتقدم الزمالك بعد 12 دقيقه بهدف لباسم مرسي في الدقيقه 12 من زمن الشوط الاول. تلت ساعة. واحد يقول لي الساعة جات لك قدامك؟ اقول له لا، قدامي كده حسين شعبان ظبط الساعة بتاعة الموبايل بتاعه، وادي قمر وفرصة هدف تاني، والهدف التاني لباسم. ايه ده باسم مرسي بعد 20 دقيقة من زمن الشوط الأول. هل باسم بقى الهدف ال 15 بالنسبة له؟ ناقص 5 أهداف عشان يحصل حسام باولو هداف الدوري حتى الآن ب20 نقطة. وادي باسم مرسي يحط الهدف الثاني في الدقيقة 20 عشان تصبح النتيجة 2 الزمالك ولا شيء النصر. وتحرك جميل وتمريرة على طول لمين؟ ده حمادة طلبة اللي اتنقل ناحية اليمين. وزي ما يكون بيقول للزمالك انتوا فاكريني كنت سكرتة ولا اي حاجة؟ لا، ده عمل موسم كويس جدا جدا، وعنده انكار ذات، ويعني هايل في الطرف الشمال، هايل في اليمين، هايل. وخد تمريرة من ايمن حفني وراح وعملها بالعرض ومستنيها باسم مرسي عشان تصبح النتيجة 2-0. هل لو بقت 3-0 يقدر مستر فيريرا يعني يريح بعض اللاعبين الأساسيين اللي زي يعني علي جبر؟ بين الزمالك متصدر الدوري هذا الموسم حتى الآن ب 80 نقطة من 34 مباراة، ضد نادي النصر 29 نقطة مخصوم منه 3 نقاط من 37 مباراة، ولكن ما تحسش في نوع من الندية. وادي هجمة لنادي الزمالك، على الهدف. الواد باسم يعني بيقول ايه ده، انا هبقى هداف الدوري. يا باسم يا مرسي، يا باسم يا مرسي هاتريك. باسم مرسي هاتريك في الدقيقة يعني ايه، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الثاني. باسم مرسي يقول يا جدعان وسع كده اهو. ادي مستشار مرتضى ويعني بيفرحوا 16 هدف لباسم مرسي، قرب قوي من حسام باولو 20 هدف. جنبه هاني زاد اهو. الراجل اهو خلاص، الراجل ابتسم، مستر فيريرا ابتسم. شفتوا الفرق بين مهارة ومهارة؟ ادي مهارة للتصويب بتاعة باسم، ورايح الراجل وعلق الكرة حلوة قوي لا تصد ولا ترد. هدف جميل 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 جدا جدا جدا. مين اللي فرحان بالهدف ده؟ مش الزمالك لوحده، لا، مستر كوبر وجهازه منتخب مصر يعني بيبحث الان عن راس حربة يعني تعوض رؤوس الحربة اللي اعتزلوا. فباسم مرسي بيقول لهم انا اهو لنادي الزمالك لا شيء لنادي النصر. كنت متوقع ان الهيجان بتاع النادي النصر هيبدا في ان الزمالك يبدا ايه اهو. خلاص بدا الزمالك، وادي مصطفى عاوز يجيب هدف وانا وهدف مصطفى فتحي وهدف اخر في دقيقه يعني 19 بزمن الشوط الثاني. 4 أهداف لنادي الزمالك. هنا الفرق بقى. واحد يقول لي الفرق، نادي النصر نادي مجتهد ولكن هاجم بعشوائيه. يعني ايه بعشوائيه؟ يعني نص ملعبه بيخش في عمق دفاع الزمالك، ما عملش حسابات الهجمات المرتده اللي ممكن جدا الزمالك عنده مجموعه من المهارات ان هي تخلص. ادي رقم 33 من نادي الزمالك،
اوباما هينزل مكان مين بقى؟ هيريح هو مصطفى فتحي. هل ادي المستشار مرتضى واحمد جمال ووالده المستشار جلال ابراهيم، وادي الكره. بصوا بقى، لا بصوا من هناك مكشوف نص، بصوا مكشوف الملعب، خلاص 1-2. هنا المهاره بتشتغل، هنا المهاره بتشتغل، هنا المهاره بتشتغل، هنا المهاره. والهدف الرابع لمصطفى فتحي اللي يعني اصبح لعيب اساسي في المنتخب ولاعيب اساسي في نادي الزمالك. ودي ميزه نادي الزمالك زي ما قلت لكم في بدايه الموسم. قال للناس بقى اللي انتوا كنتوا شارين اسلامنا استنوا شويه، اللي عاوز يمشي يمشي واللي عاوز يروح، احنا هنعمل فرقه ناس تسمع الكلام وتسمع كلام المدرب. وبالتالي نجح مجلس اداره برئاسه مستشار مصطفى منصور ان هو يشتري 17 18 لعيب. في اخر الموسم في حد وقع منه انما هو بيشتري